بيقال ان اللي بيحب بيعمل اي حاجة، ولكن هل توصل ان الحب ده يخليك تبقى من اهل النار؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. ابطالي وبطلاتي، هلا والله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قصتنا النهاردة بتتكلم عن السحر، فمستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام يعني؟ طيب انزل ارزع اللايك دلوقتي ويلا نبدأ. قصتنا حصلت مع شاب اسمه علاء وعمره 30 سنة. علاء بيحكي وبيقول من حوالي 3 سنين كده بتبدأ قصتي، وتحديدا لما قررت ارجع للبلد علشان استقر واتجوز. انا كنت بقالي 4 سنين متغرب في واحدة من الدول العربية، وبعد ما ربنا كرمني قررت ارجع. في الوقت ده امي قالت لي انت لازم تتجوز، وانا فاهم هي بتقول كده ليه. هي عايزاني اتجوز علشان افضل في البلد وما سافرش تاني، وانا ربك والحق كنت خلاص تعبت، وموضوع ان اقعد في البلد ده كان جاي على هوايا. فقلت لها خلاص ماشي. وبالفعل على ما بدات اخلص ورقي علشان ارجع، بدات امي تروح عند كل بيوت القريه اللي فيها بنات في سن الجواز وتاخد صوره ليهم، لحد ما جمعت حوالي 10 صور كده وبعتتهم لي. فتحت الصور وبصيت، وبصراحه ما عجبتنيش اي بنت. فقلت لامي لا، لما اجيلك نبقى نشوف الموضوع ده. وبالفعل قفلت معاها وخلصت اليوم ونمت. وفي الليلة دي على غير العادة بدأت تجيلي في أحلامي بنت، وكانت آخر واحدة ممكن تيجي في بالي أو أفكر فيها. والبنت دي كانت ضحى بنت خالتي. واللي بيخليني أقول لك إنها آخر واحدة ممكن تيجي في بالي إنها أكبر مني ب5 سنين، لا وكمان مطلقة. جات لي في الحلم الليلة دي وكنت حاببها جدا وحابب وجودها حواليا في الحلم. كنت حلمان بيها إننا زوجين عادي جدا وعايشين مع بعض. وبعد ما قمت من النوم برضه صورتها لسه في دماغي ومش قادر انسى الحلم. انا فكرت انه مجرد حلم عادي وعدى وخلاص، ولكني فضلت على الحال ده عمال بفكر فيها لحد ما نمت تاني، وبرضه رجع الحلم اتكرر وكنت شايفها معايا فيه. فتاني يوم لما صحيت اتصلت بامي وقلت لها هي ضحى بنت خالتي لسه خاليه؟ قالت لي ايوه يا ابني، ما لو اتجوزت كنت عرفت. فقلت لها ايه رايك فيها؟ قالت لي رايي ايه؟ قلت لها اتجوزها. قالت لي يا ابني بس دي اكبر منك ب5 سنين، وبعدين يا ابني انت لسه ما دخلتش دنيا وهي مطلقه. لا يا ابني مش هينفع. فقلت لها لا بس انا عايزها. قالت لي يا ابني والله لمصلحتك انا بقول لك لا. فقلت لها خلاص يبقى مش راجع. امي اتضايقت جدا وبكت وقالت لي انت بتهددني يعني علشان اوافق؟ عموما يا ابني انا ما كنتش عايزه الا مصلحتك، فشوف انت عايز تعمل ايه واعمله. فقلت لها خلاص انا هاجي ونشوف الموضوع ده سوا. وحقيقي كنت متضايق جدا من نفسي. انا عمري اصلا ما زعلت امي ولا استغلتها في حاجه، بس مش عارف ليه المره دي عملت كده. المهم خلصت ورقي فعلا ورجعت للبلد، ووقتها لقيت العيله عامله لي احتفال كبير بمناسبه رجوعي. كان حاضر فيه كل العيله، ولكن الوحيده اللي ما كانتش موجوده كانت ضحى بنت خالتي. فضلت ادور عليها بعيني وسط اللي موجودين ما لقيتهاش. فلقيت نفسي بدون مقدمات كده بسأل وبقول هي ضحى فين؟ وقتها التزرغيط والتسقيف سكتوا مرة واحدة، وده لأننا من الأرياف وتقاليد البلد عندنا إنك ما ينفعش تسأل على بنت حتى لو كانت قريبتك. الموضوع بيبان جريء وغير مقبول. فامي حاولت تلطف الجو وقالت لهم في ايه يا جماعة، دي زي اخته بيطمن عليها. فابوها رد وقال وليكن برضه ما يصحش، هي مش ليها اهل ينفع يحرجنا كده؟ فلقيت نفسي بقول في ايه يا عم فلان، انا بسأل عليها علشان عايز اتجوزها. وقتها وش الراجل اللي كان مكشر فرح، والتزرغيط والتسقيف رجع يشتغل تاني وقال لي ونعم النسب، يبقى نقرا الفاتحه. امي كانت بصالي ومتضايقه جدا، ولكننا بالفعل قرينا الفاتحه. وقلت له اظن دلوقتي ينفع اشوفها عادي. قال لي طبعا يا ابني، واتصل بيها وقال لها تيجي. وشويه وجت ضحى. اول ما شفتها الابتسامه في وشي بقت من الودن للودن، وقمت وقلت لها ازيك. فسلمت عليا وراحت قعدت جنب ابوها. فابوها قال لها مبروك يا ضحى. قالت له مبروك؟ مبروك على ايه؟ قال لها علاء طلبك للجواز. قالت له الله يبارك فيك. قالتها له وهي مش متفاجئه وكأننا وهي متفقين على الجواز. امي خدت بالها وقالت لها امال يعني مش باين عليك الاندهاش ولا حاجه؟ قالت لها واندهش ليه يا خالتي؟ قالت لها يعني علاء اصغر منك ب5 سنين وانت كمان متجوزه قبل كده. البنت وقتها سكتت وما كانتش عارفه تقول ايه، ولكن وقتها امها فضلت تبكي وقالت لها انت بتعايرينا؟ متشكرين يا ستي. واجواء البيت سخنت وقتها، واهل ضحى خدوها ومشيوا. وقتها زعقت مع امي جامد وقلت لها ليه كده؟ يعني يبقى الناس جايين لي يرحبوا برجوعي وتعملي معاهم كده؟ هم كانوا يعرفوا انا هتكلم في ايه اصلا؟ امي قالت لي حقك عليا،
وفي ساعتها كلمتهم على التليفون واعتذرت لهم وخدت منهم ميعاد علشان بكرة هنروح نزورهم سوا. وبالفعل رحت لهم تاني يوم وانا معايا امي وابويا، وكنت واخد معايا هدايا والمأذون كمان. وهناك قلت لهم انا هكتب على بنتكم دلوقتي. وبالفعل بعد المشاكل اللي كانت بينا رجع الفرح تاني والزراغيط ملت البيت عندهم. وبعد ما كتبت عليها عملت قعدة على الضيق في الشارع كده علشان بس الناس تعرف انها بقت على ذمتي. وبعد ما خلصنا خدتها وروحت بيها على بيتي، وقضينا وقتها فترة كويسة جدا. ولكن بعد حوالي 3 شهور بدأ يحصل لي حاجات غريبة، والكلام ده تحديدا أول ما بدأ شهر رمضان. بدأت أحس إن شايف في ضحى حاجات غريبة، زي مثلا إنها بقيتش شايفها حلوة زي ما كنت شايفها الأول. وكمان بدأت أفكر كتير هو إزاي أنا خدت القرار إن أتجوزها بالرغم من إنها أكبر مني ومطلقة. وبقت كل ما تيجي تقرب مني ابعد عنها وانا متضايق. فبقت هي في الفترة دي تعمل علشاني كل حاجة، تلبس هدوم حلوة وتحط ميك اب وانا مفيش. فبعد فترة بدأت تطلع من البيت وتقعد بره فترة طويلة. ولما كانت بترجع وبسألها كانت بتقول لي انها بتزور اهلها، لحد ما في يوم شكت فيها وخليتها طلعت. وبعد شوية رحت لأهلها، ولما سألت عليها قالوا لي ما جاتش. فساعتها روحت متضايق جدا وشويه وطلعت لامي في الدور التاني، وبدات احكي لها على كل اللي بيحصل معايا من وقت ما كنت في الغربه، وبدات احلم بيها واحبها لحد دلوقتي وانا مش طايقها. وعرفتها انها بقالها فتره بتمشي ومش عارف بتروح فين. امي وقتها استغربت وقالت لي يا رب ما يكون اللي في بالي. سالتها هو ايه ده؟ قالت لي مش دلوقتي، وقالت لي عموما ما تشيلش هم، انا هشوف الموضوع ده. ويوميها لما ضحى جات وسالتها كنت فين قالت لي انها كانت بتجيب لي هديه، وفتحت الشنطه اللي معاها وطلعت لي منها ساعه واديتها لي. فانا وقتها بدات اشك ان حتى اهل ضحى متورطين معاها، وعرفوها اني جيت وسالت عليها، فعلشان كده اتصرفت وجابت الهديه. الكلام ده كان يوم الوقفه بالليل. وبعد الساعه ما عدت 12 بالليل فجاه كل شيء اتغير تاني. رجعت احب ضحى ورجعت علاقتنا طبيعية، ولكن انا مش حاسس ان انا اللي بتصرف، وكأن في حد تاني عايش معايا في جسمي. تاني يوم لما ضحى طلعت وراحت لاهلها، اول مفروض انها عملت كده يعني، امي نزلت وراها على طول، وهي نازله عرفتني. قعدت اقول لها لا خلاص احنا بقينا كويسين مش مهم تنزلي وراها. قالت لي الله هي لحقت؟ طيب اسكت. ونزلت بسرعه وراها، ولما راقبت ضحى ما لقيتهاش، راحت لأهلها. ضحى دخلت التراب، والكلام ده كان بعد العشاء. أمي وقتها اتصدمت وما كانتش عارفة تعمل ايه، تدخل وراها ولا تاخد بعضها وترجع. ولكن فضولها خلاها تدخل وراها، وهناك وقفت ورا مدفن وبدأت تراقبها. وساعتها شافت ضحى واقفة بتتكلم مع حد في الضلمة، واللي قدرت أمي تسمعه كان كلام بسيط، ولكن بالرغم من ان الكلام اللي سمعته قليل الا انها فضحت كل حاجة. كانت ضحى بتقول جبت لك القطر بتاعه يا سيدنا، عايزة بقى عبد ويكون زي الخاتم في صباعي. انا مش عارفة اليومين اللي فاتوا دول كان بيعاملني ليه كده، انا خايفة الاسياد يكونوا زعلانين مني. نعوذ بالله من الشيطان. ايه يا جدعان انتوا جيتوا على السيرة ولا ايه؟ طيب رد الشخص وقال لها كانوا زعلانين فعلا، وعلشان يتراضوا لازم تجيب لهم نجاسة، واللي كان مطلوب كانت حاجات صعب يعني انها تتقال. مش عارف هي غلط ولا لا، بس انا افضل ما اقولهاش. المهم قالت له عينيا بس هم يبقوا راضيين عني. امي وقتها قالت في بالها يا بنت الكلب، وخدت بعضها ومشيت، وراحت جري على ابويا وعرفته. فبسرعة ابويا جري على شيخ اسمه الشيخ ياسين، راجل بركة في البلد عندنا بيعالج حالات ملبوسة كتير. ابويا جابه وجاري على البيت. وقتها اول ما شفته كنت متضايق جدا وعمال اتخانق، وما كنتش فاهم انا ليه بعمل كده. ولكن ياسين فضل يقرأ عليا قرآن ويرش عليا مية هو اللي جايبها معاه. وبعد شوية حسيت احساس جميل وكأن هم وانزاح من على قلبي، وزي ما اكون اول مرة ابقى مستريح كده. فقال الشيخ مراتك عامله لك عمل ولازم يتفك، والا هترجع تتأذي تاني. وبالفعل استنيناها لحد ما رجعت، وامي واختي نزلوا فيها ضرب وقالوا لها العمل فين. فمن كتر الضرب اعترفت انه في التراب. فخدوها وخدوا الشيخ وراحوا، وبدأ الشيخ يحفر في المكان اللي قالت عليه. وهناك اتصدمنا. الشيخ
طلع من قلب المدفن قطط وكلاب ومدفونة، وكان في قلب الجرح صورة ليا مكتوب عليها طلاسم وكلام غريب ومش مفهوم. ولقيت كمان حاجات كتير كانت ضايعة مني ما كنتش لاقيها، زي لبس داخلي وشرابات وحاجات كتير. فالشيخ بصلها كده بغضب وقال لها انت مفترية، انت عاملاله 30 عمل، يعني كنت جاهزة تموتيه في اي وقت. ورجع تاني يكلمني وقال لي الفترة اللي فاتت هي اللي خلتك تكشف الموضوع ده، لانه كان شهر رمضان، ووقتها السحر والحاجات دي بتضعف جدا، وده معناه ان سيادها كان مغلوب على امرهم، مش راضيين ولا حاجة. وقال لي كمان ربنا في بيتك، لانك بعد كل ده على الاقل ما انصبتش بالجنون. ووقتها طلقت بنت خالتي وخرجتها من حياتي، وعدت الايام وبقيت احسن بكتير. ولكن بعد فترة طويلة وتحديدا من 3 شهور لقيتها جايالي وبتقول انا حامل. ولما سألتها وقلت لها حامل من مين، قالت لي منك، رغم اني سايبها بقالها زياد من 2.5 سنين. ولما اتهمتها بالكذب والجنون قالت لي انها مستعدة تعمل تحليل للطفل لما يتولد وتثبت لي انه ابني، وبتقسم ان انا طول الفترة اللي فاتت كنت معاها. فمش عارف الايام لسه مخبيالي ايه.